السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم صحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في القناه. اليوم نهار جديد وفيديو جديد اللي غادي نحضروا فيه واحد الكيكه كتجي رائعه، كتجي خطيره. غير جربوها وما غاديش تندموا عليها. بمذاق القهوه سريع الذوبان وفيها الكركاع، وكذلك بمذاق الليمون اولا البرتقال، وبواحد الصوص خطيره. تابعوا الفيديو حتى الاخير بتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. المقادير: عندي 4 ديال البيضات، كاس ديال سنيده، كاس ديال الزيت، واحد ياغورت، جوج خمارات، عندي الكركاع اللي قطعته بهذا الشكل هذا غير بيدي، وعندي معلقه كبيره من الكاكاو ومعلقه كبيره من قهوه سريعه الذوبان اللي ذوبتها في شويه ديال الماء. نبداو على بركه الله. في هذاك البول درت قبيصه ديال الملح، وغادي نهرس هاد البيضات هادو. غادي نخلطهم ونزيد عليهم كاس ديال سنيده. البنات انا هنا كنت نسيت ما حطيتش القشور ديال البرتقال مع المكونات، ولكن انا غنضيفو دابا كما كتلاحظوا. صافي، وغادي نستمر بالخلط. نخلط مزيان، نضيف الزيت، نخلط، وغادي نضيف الياغورت. البنات هاد الياغورت هذا كيطلع رخيص على الياغورت العادي. كما كتعرفوا الياغورت كله تزاد يعني ولا بجوج دراهم ونص، كاين اللي بثلاثة دراهم، هذا درهم وتسعين، يعني جوج دراهم. وكيجي عاقد كيف ما كتلاحظوا، كيجي زوين بنين، مذاقه زوين وعاقد ماشي خفيف. الصراحه كيعجبني هذا. صافي، غادي تخلطوا مزيان. غنضيفوا هاد القهوه هذه سريعه الذوبان اللي ضفت عليها واحد شويه ديال الماء مغلي، خليتها حتى طلقات. والدقيقه البنات راه كيبقى حسب الخليط، انا ما عبرتوش معكم هنا. بقيت كنضيف. المهم غنوريكم القوام ديال الكيك كيفاش خصو يكون. صافي، غادي نغربل هكا الدقيق. ضروري تغربلوها البنات في الكيك، ضروري تغربلوا الدقيق. صافي، وغادي نخلط. نضيف الدقيق بشويه بشويه وانا كنخلط. غنضيف هاد المعلقه كبيره ديال الكاكاو كما كتلاحظوا. استمر في الخلط. صافي، هنا غنضيف هاد جوج خمارات من وزن 8 غرام او جوج خمارات حمرين اللي حتى هما ضروري نغربلهم كما كتلاحظوا. وغادي نزيد شويه ديال الدقيق، وغادي نشوف القوام ديال الكيك ديالي واش هو هذاك، واش مازال خصني نزيد ولا برك. انا كيبان ليا القوام ديالو هو هذاك. غنضيف واحد شويه ديال الخل ونخلطو مزيان. صافي البنات، هنا غنجيب هاد الكركاع هذا، غادي نضيف ليه شويه ديال الدقيق. البنات هاد العمليه هذه كنديروها باش هاد المكسرات هذه، اي مكسرات درتو باش ما تهبطش لينا في القاع ديال المول، كتبقى موزعه في الداخل ديال الكيك. الا ما درتوش لها هكا الدقيق، ما غلفتوهاش هكا بالدقيق، المكسرات كلهم كيهبطوا لتحت في القاع ديال المول، كيجينا كلهم لتحت، يعني ما كيجوناش في الوسط ديال الكيك. بهذه الطريقه هذه كيتوزعوا في الكيك كله. صافي، هنا بعد ما خلطتهم، شوفوا معايا القوام ديال الكيك خصو يكون على هذا الشكل هذا. صافي، كنجيب هذا المول هذا اللي دهنته ورشيته هكا بغيت نرشو بالكاكاو، ما بقاش عندي الكاكاو بزاف. صافي، زدت عليه الدقيق، درت الكاكاو والدقيق، ممكن ترشوه غير بالدقيق اولا غير بالكاكاو. صافي، وفرغت فيه الخليط وغندخلوه الفران يطيب. انا عندي الفران بالفرفاره، كنديروا الفوق والتحت درجه الحراره 150. وهنا لهذيك الصوص شوكولا عندي هنايا 10 القطع ديال الشوكولات وواحد دانيت شوكولا. هنا بعد ما خرجت الكيكه من الفران كنجربها بواحد العود، كما كتلاحظوا كندخلوها هكا فيها كنخرجوه ناشف. صافي، هذا كيدل على ان الكيكه ديالنا طايبه مزيان. صافي، وغادي
نقلبها في طبق التقديم. كما كتلاحظوا راه مازال سخونه، مازال ما برداتش. صراحه المول كان مازال سخون. صافي زولتها من المول. كما كتلاحظوا داك الدقيق بقى هكا لاطراز ديالو. صافي غادي نحيدو هكا بواحد الموس، نكرط لها هكا داك الدقيق اللي بقى هكا زائد فيها. صافي حتى غادي نكملها كلها ونرجع معكم. هنا دوك 10 ديال القطع ديال الشوكولاط ذوبتهم انا غير في الميكرووند. ممكن ديروا ليهم حمام مريم وذوبوهم. وصافي خلطتهم شويه، ضفت عليهم هاد العلبه ديال دانيت شوكولا، وغادي نخلط الكل مزيان. نخلطو مزيان 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 حتى ينسجموا هاد جوج العناصر هادو، كيولي عندنا واحد الخليط لامع كيف ما كتشوفوا. صراحه كتجي واحد الصوص بنينه وزوينه وسهله دغيا كتوجد واقتصاديه. صافي هنا غنفرغ هاد الصوص هادي في هذيك الحفيره اللي في الوسط ديال المول. صراحه هاد الصوص هادي غير جربوها، اعتمدوها في جميع بحال هكا بغيتو تذوقوا اي كيكه ديروا هاد الصوص هادي كتجي زوينه بزاف. صافي هنا غادي ندوزها في هذوك الجنيبات ديال كيف ما كتلاحظوا دوك الجنيبات اللي كيبقاو مطراسين ديال المول باش يعطينا هاد الشكل هذا على شكل مروحه. وغنزين هنايا بشويه ديال الكركاع اللي هكا مهرمش. كما قلت لكم راه دغيا الكركاع كيتهرمش، راه هرمشتو غير بيدي غير باش نبين ان الكيكه في الداخل ديالها الكركاع. عفوا. صافي وزينتها بهذه الطريقه هذه، وهذه هي الكيكه ديالنا البنات. جربوها كتجي بنينه. انا هنا قطعتها معاكم وراه مازال دافيه، مازال الصوص حتى هي ما برداتش مزيان. الصراحه ما نعاودش لكم المذاق ديال الكيكه بنين، وحتى ديك الصوص عطاتها واحد المذاق زوين بزاف. شوفوا معايا صراحه جات غزاله، غير جربوها ما غاديش تندموا عليها. جات رطبه ومذاق الليمون مع مذاق القهوه جا صراحه زوين، ومع الكركاع جا واحد المذاق يا سلام. غير جربوها وما تندموش عليها. نتمنى الفيديو يعجبكم، وإلا عجبكم ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك. والان غنقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.